وفي نفس الوقت تعمل العلامة أن يتفضل إلى المنصة مشكورا. للسيد رئيس الاتحاد وزير العدل الأخ فيه تصدي لظاهرة التقليد، وفيه حماية يعني للعلامات التجارية سواء وطنية كانت أو خارجية. ونظرا لأهمية هذا الموضوع في استقرار وترسيخ الأمن التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، التشريع الجزائري خاصة المحاكم التجارية المتخصصة التي أنشئت بموجب قانون 22 صادر مؤخرا والتي نصبت منذ تقريبا عامين. الموضوع هذا جعله من اختصاص الحصري للمحاكم التجارية المتخصصة. أولا نشكركم على تغطيتكم لهذا الحدث الهام اللي طبعا في نادي المحامين سطيف. اليوم الدراسي من تنظيم منظمة المحامين ناحية سطيف مع طبعا المجالس الثلاث اللي هم برج بعر سطيف مسيلة، وطبعا في الاشتراك مع المعهد الوطني للملكية الصناعية اللي طبعا يعني الموضوع ذا أهمية كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني، لمحاربة طبعا التجار الغير نزهة، الناس الوصولين اللي يحبوا طبعا يستأثروا بعض العلامات اللي هي ليست من اختصاصهم، وهو طبعا نوع من الغش. طبعا كل الأطراف الفاعلة في هذا الموضوع حاضرة اليوم، اللي هي الجمارك ومدير التجارة وطبعا المحامين والقضاة، المحاكم التجارية المتخصصة، قضاة الجزاء إلى غيرها، كلهم حاضرين اليوم لأن القضية تتعلق بأمر يتعلق بالاقتصاد الوطني. هذا اليوم الدراسي اللي عنده أهمية قصوى، أهمية حاليا من المهمات ومن الصعوبات اللي تواجه الاستثمار، اللي تواجه الاقتصاد، لأنه موضوع يمس الاقتصاد الوطني من خلال هذه عملية التقليد. إذا التقليد هذا يمس بضائع هذه ربما تكون محمية وطنيا وربما غير مسجلة، هذا يخلق نوع من التأثير السلبي على الاقتصاد بصفة عامة. لهذا احنا اليوم راح نطرح الحماية المدنية للعلامة التجارية وللتقليد، راح نطرح الحماية الجزائية اللي موجودة في الأطر القانونية اللي موجودة لراهي سارية المفعول، راح نطرح أيضا الاختصاص المحاكم التجارية المتخصصة فيما يخص بعض المنازعات خاصة الملكية الفكرية، إلى حصر الإشكاليات التي تقع أو المتعلقة بالعلامة التجارية، لا سيما تقليد علامة تجارية، وهي إشكالات يجب أن تكون لها حلول قانونية وكيفية تطبيق الإطار القانوني على تلك المشاكل الواقعة سواء في الجانب المدني أو في الجانب الجزائي. ولكن يبقى التحدي الصعب وهو وضع حلول جذرية لمشكل التقليد علامة التجارية، لا سيما من خلال تدفق التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. إذن العالم الرقمي فرض تجارة إلكترونية كان فيها انتشار جد واسع للعلامات المقلدة، سواء التقليد المادي للأشياء المعروضة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى منصات البيع الرقمية، أو تقليد الأشياء المعنوية من البرامج وغيرها، ما هو يهدف إلى تحقيق أو تسهيل العمل الإلكتروني. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.